من الجمال والموضة رح نروح الكواليس حفل هلا فبراير في الكويت اللي تنظمه شركة روتانا، واللي اختارت أن يحيي كل من عبادي الجوهر، نجوى كرم وشذى حسون. الزميل إلي نخلة عاد لنا بهذه المشاهد الحصرية، نتابع. احتفالات الكويت كانت غير هذا الأسبوع مع الحفل الثالث من مهرجان هلا فبراير. فمع شذى حسون انطلقت الليلة الثالثة بإطلالة هي الأولى للنجمة العراقية على الجمهور الكويتي. شيء كبير إنه أكون بغني في مهرجان هلا فبراير الكبير. احنا كنا اللي سويت انه اخترنا اغنيه من الاغاني القديمه جدا اللي مغنيه على الكويت ووزعناها بتوزيع جديد. لوحات بصفه عامه اللي يصيرون في مهرجان هلا فبراير بيكون فيها فتيات بالاخص الاطفال. الطفل بصفه عامه هو شيء حلو، شيء في براءه، فحبيت يكونوا وياي في هذه الاغاني يعني. إطلالة شذى جاءت بوقت تستعد لألبومها الجديد الذي خصتنا بأخباره. الألبوم حيضم عدة أغاني، الخليجي منها العراقي منها المغربي، في عدة تعاونات مع أهم الفنانين. طالما احنا بالكويت رح نقول الفنان عبد الله رويشد. إلى الوصلة الغنائية الثانية مع الفنانة نجوى كرم التي وصلت من لبنان حاملة معها كل الحب للشعب الكويتي، فتغنت به بأغنية كويتي عربي يا نيالي. هيدي كل سنة صرت بعتبرها من دواعي تراث مكتبتي الفنية لما بجي على الكويت وعم غني أغنية كويتي عربي. بقول كل عيد وانتم بخير، وإن شاء الله الكويت بتضل عامرة بانتصاراتها وبفرحها. إطلالة نجوى في هلا فبراير كانت سبقتها إطلاق أغنيتها الجديدة يا يما، فلمست نجاحها لأول مرة مع الجمهور الحاضر، وردت عبر كاميرتنا صوتا وصورة على كل من انتقد كلمات الأغنية. إذا ما كان في جدل بتكون الأغنية مش مسموعة. بعرف إنه أنا اللي عملت اللي علي، وبتمنى إنه تنال إعجاب الجمهور. الربيع الأخضر هو الموعد الجديد الذي سينتظره جمهور بنت الكرم، والأسباب تكشفها عبر كاميرتنا. يمكن الظروف الأمنية عم بتخلينا نضطر أكثر نعتني بشيء اسمه سينجل، بس إن شاء الله رح كون جاهزة بالربيع الأخضر لنزل ألبوم بيتضمن مثل العادة 7 أغاني. بتمنى إنه الظروف الأمنية تسمح لنا. فينا نكشف شوي؟ لا، خلينا مسترين. وبعد الأجواء اللبنانية كان موعدا للطرب الخليجي الأصيل مع الفنان عبادي جوهر الذي أمتع الحضور بأغانيه القديمة. يعطيهم كل العافية الفنانين اللي قدموا